نروح العراق. قررت اني ازور العراق، ولكن ما بروح العراق. العراق مرة واحدة؟ لا لا لا، ما حد يسافر، اجلس مكانك هنا ولا حد يروح العراق. اهلي كانوا رافضين، ولكني اصريت اني ازور العراق مهما كان، ولكن عن طريق البر. انطلقنا من مسقط الى الامارات، ثم الى السعودية، ومن ثم دخلنا الكويت، واخيرا العراق، وبالتحديد البصرة. وهنا كانت الصدمة. استقبلونا ناس الطيبة والكل مضياف ويرحب. والله من شفت الرقم عماني والله فرحت والله شاف. شرفنا للبيت يا اخي، اقسم بالله تحطوني في الامر الواقع واستحي منكم. استضافنا حبيب واخوه حسين في بيتهم، واللي احرجونا بكرمهم، لدرجة حتى المحلات والمطاعم ندخلها يقول لك الحساب مدفوع. يا رجل ما رضى ياخذ ولا ما يصير. هذا اقل من الواجب. ايش اللي جالس؟ ماي اوكي يلا. بتاخذ حقك. لا بتاخذ حقك عادي، حتى الوالد يقبل اذا يقول لك الا زين سوي. ما يصير كذا، ما يصير كذا. يا رجل رافضين ياخذوا منا فلس. اهلا وسهلا، انتم منين جايين؟ من سلطنة عمان. يا من وين؟ اهلا وسهلا. وتريدون ياخذ فلوس؟ هدايا. يقول لي والله ما تدفع، لا اللي ما جرب راح يحس بالشعور اللي جالس نحس فيه بين اخواننا العراقيين هنا في البصرة. احنا في حلم ولا في علم انا ما اعرف. اليوم جلسنا مع احلى شعب، انبسطنا وغنينا يلا خلوني خلونك على عيوني، واحتفلنا مع الشعب العراقي. أكلنا الدولمة لذيذة مرة والله. وطبخنا حلوى عمانية على الكورنيش. بس اليوم ما بنسميها الحلوى العمانية، الحلوى العراقية، لأنها صارت في العراق. سعادتي وحماسي كاد لا يوصف. العراق موطن الحب والكرم. دمتم بخير وأمان.